عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفات ام الاسلام. اليوم غنقوموا بتحضير كرواسه كتجي سهله وكتجي بنينه وجميله في المنظر. وقبل ما غادي نبداو هذا الفيديو ان شاء الله ما تنساوش تشاركوا معايا في القناه وكذلك الضغط على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد وفرجه ممتعه. دابا غنقول لكم المقادير. عندنا 4 ديال المعالق ديال السكر سنيده، عندنا 4 المعالق ديال الزيت، عندنا 5 الكيسان ديال الطحين فرينه، عندنا خنيشه ديال الخماره وخنيشه الفاني، عندنا قرصه د الملحه، عندنا معلقه كبيره ديال الخميره فوريه، عندنا معلقه ديال حليب نيدو وبيضه للدهن والشكلاط الحشو ديالها باش يجي في الوسط. بعد ما تعرفنا على المقادير ندوزو دابا لطريقه التحضير. بسم الله. سنيده ناخذ منها شويه، اللي بقى غنضيفوا ليه الخميره الفوريه نديروها مع سنيده ونزيدوا لها شويه د الماء ونخليوها تتفاعل. نزيد قريصه د الملحه، حليب غبره، فاني، ربعة المعالق ديال الزيت، ونجمعها بالماء. بسم الله. نجمعها هكا ونضيف الخميره 7 غرام، وحنا كنجمعوا هكا العجينه ديالنا. نزيدوا الماء، نضيف دابا الخميره، ونكملها بالعجينه. ندخل كاع الخميره اللي عندي، ما تكونش ثقيله وما تكونش خفيفه، ونخليها ترتاح ونطلقها ونشكلوها مع بعضنا. بعد ما خليناها ترتاح 10 ديال الدقائق غادي نطلقوها. نديرو شويه الزبيده هكا، نطلقو نديرو دوائر قد هذه. صافي ونحطوها فوق اختها. وندهنوها بالزبده ديال التوراق. ندهنوها بالزبده هكا كاع الجناب. نزيدها شويه الجناب. ناخذ كره واحده اخرى ونطلقها عاوتاني.
نحطها فوق اختها هكا. وندهنها بالزبده. هكا كاع الجناب ندهنوهم بالزبده، نكتروا فيها. ناخذ الكره ندير شويه الزيت من التحت، نطلقوها هكا. راه كيجيو مورقين وخفاف. هكا نديرها فوق اختها. ندير ليها الزبده. نكملوهم كاملين الكرات اللي عندنا هكا. ندير شويه الزيت. نديرها بالزبده. انا غادي نستمر هكا تنكمل الكرات اللي عندي كاملين، ونتلاقاو ونشوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي. بعد ما كملنا وحده فوق وحده كنطلقوها هكا. تنطلقوها رقيقه، وحنا راه دايرين فيها الزبده ديال التوريق، راه كتجي مورقه وكتنفخ كيف ما كتشوفوا. كنطلقوها هكا. انا غنكمل الطليق ديالها ونتلاقاو نشوفوا كيفاش كنخدموا حتى نلويوها. بعد ما كملنا الطليق ديالها كتجي هكا، غنقطعوها على نص هكا، وثاني هكا. عشان كل ربع غنقسمو على جوج، وعاوتاني كل نص ربع غنقسمو على 3. وكل وحده غنخدمها هكا. غنحلها، غنجيب هاد الشكلاط هذا، ندير وحده هكا ونخدمها. كتجي على هاد الشكل هذا. نحطها في اللاطه ديالي. نعاود وحده اخرى نحلها، ندير الشكلاطه على جوج. كتجي هكا. غنقسمو هاد الربع الثاني على جوج تاني.
انا غادي نستمر هكا بالخدمه ونخليها تخمر مده ديال نص ساعه، ونسخن الفران على درجه الحراره 180 درجه وندخلها طيب، ونتلاقاو ونشوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي. بعد ما طابت الكرواسه ديالنا خرجنا من الفران كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي زوينه. وكنتمنى تنال اعجابكم، وما تنساوش الاشتراك معايا في القناه وكذلك الضغط على زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. انا غادي نحليكم وحده تشوفوها من الداخل كيفاش كتجي خاويه ومنفوخه، ونتمنى تجربوها وبصحه والراحه.